أبطال كتيبة البراء بن مالك إلقاء القبض أحد الشبيحة من النقاط الجمركية أو الهجانية في محافظة الدرعا بعد معركة. طل شوف وجهه، شوف وجهه شلون منور، وشوف وجهك بعدك ما مت. الحمد لله رب العالمين. هذا الشبيح الذي قتل الأخ المجاهد وليد عبيسي. الحمد لله رب العالمين. لا ما قتلوش، كان بيقتلنا كلنا. الحمد لله رب العالمين. فضيت علينا انت مخزن صح؟ بينه وبينك 10 امتار. شايفوها؟ قتلت هذا الله نجانا، والله اعلم الله بينجيك اولاد. اشرف منك واشرف من رئيسك واشرف من ايران واشرف. انت يا كلب يا حقير، بدك تذبحنا مو؟ يا حقير تعال احنا يذبحنا كلنا. هو جاك واحد تحت بدنا نسهر معه اليوم. كم واحد كنتوا على الساتر؟ يا شباب ها؟ لحالك؟ قوة قلب هاي عندك مو؟ كم واحد شجاع؟ قوة قلب شجاع ها؟ كم واحد؟ مسلم انت ولا مسيحي ولا شيعي ولا شو انت؟ كم معك بالساتر؟ كم واحد؟ وانت لحالك؟ وينه فل؟ بس انت؟ بس هو لحاله بتطلع حرس يا جماعه. كنتوا عارفين انه احنا جايين؟ يلا نصير. يعني ما عم بتقدر يوم وصلنا لعندك ها؟ شو كنت تسوي قبل ما نجي نضرب عليكم؟ هاي البارود، ورجيني البارود اللي قوس فيها. احكي بسرعه. وين ها؟ شو؟ انت ما اول جاوبتني. سني مو عيب عليك. لك اهلك ما تذبحوا. لك اهلك ما تذبحوا انت عليك. لك اهلك ما تذبحوا. لا تذبحوا. اهلك ما تذبحوا ها؟ لك لو انك سلمت حالك والله العظيم لا تروح لعند اهلك. أبطال كتيبة البراء بن مالك تابع للوالد يرموك. الحمد لله رب العالمين. هذا السلاح الشبيح الذي تم إلقاء القبض عليه في محافظة الدرعا من أحد النقاط الجمركية. ورجيني هذا مو سرقه، هاي غنيمه. جمعتك يا تشبيه علي. سوي حالك ميت. الحمد لله رب العالمين. في مليح ولا قلت فيك الى عن الشارع. اسمع يوم رفستك حسيت ولا من الكاميرا؟ يوم رفستك حسيت ولا من الكاميرا؟ افهم. صح حاله ميت. ايه قايل لك. اسمع سؤال. صح حاله ميت. من الرفسه ولا من الكاميرا؟ وين الرابع؟ ولا تبكي. ها؟ لا هو فايق صاحي معك واحد كلنا خشب معك. يوم طلعت يوم قلت خمسة كان معك. كم مخزن؟ صلوا على النبي. وين كنت تخدم؟ بس هذولا؟ وين كنت تخدم؟ طلع مخزنك من هذول الرابع. حبيبي طلع مخزنك الرابع من هذول، كان معي ثلاثة دي. طلع مخزنك الرابع. انا ما تعرفش مخزنك. هذا صور مني 63 مخزن. هذا شو اسمك انت؟ هذا شوف هذا لك. اياه طلعوا هذا طول بالك. طلعهم خلينا نقيم. والصلاة والسلام على رسول الله. وقال قبض أحد الشبيحة في محافظة الدرعا في النقاط الجمركية بعد أن تم الهجوم عليه من قبل كتيبة البراء بن مالك التابعة للوالد يرموك. تم إسعافه. جيب مي يا اخوي، مي وعاملته بالحسنى. كاس. جيب كاس. شو اسمك؟ جاوب مثل ما بحكي معك. قيس محمد محمود. من أي منطقة؟ من رقة. من رقة. اللي الرقة بتعرف انهم طالعين ثورة معنا. بتعرف هالشيء ولا لا؟ ما بتعرف ها؟ ما بتعرف انهم طالعين ثورة مثلهم مثلنا. كاس عجب ما شقيت. كاس. ما صار لك تنشق؟ كذب. انت على الحدود الأردنية وبامكانك تزت سلاحك وتفل بأي دقيقة. هذا الحكي ما هو صحيح. بس انت بتحب تشبح. كم لا شبه مركم؟ شو لك؟ قد صار لك؟ يومين. ان شاء الله بقول لك صار لك ساعة، ما لك حجة. صار لك يومين بالموقع. انت لو صار لك يومين بالموقع ما بتعرف تاخذ الموقع اللي انت كنت ماخذه. انت كنت ماخذ احسن موقع بالضرب. مضبوط؟ جوجل اللي معك؟ وين كنت تخدم قبل؟ لحظة شوي، وين كنت تخدم قبل؟ طفلته؟ وين كنت تخدم قبل ما تيجي لهون؟ مليحة. بالمليحة؟ كم واحد برقبتك؟ ولا واحد. شو بالمليحة ولا مرة يا جماعة؟ مش نقضب شبيح وقول برقبتي واحد واثنين. وين كنت تخدم بالمليحة يا حاجز؟ انت رحت ما تروحنا كلنا. حاجز؟ يا محمد. حاجز شو؟ رحت ما تروحنا كلنا، بتعرف هالشيء؟ انت لو صار لك تقتل جميع الشباب، مظبوط؟ بس احنا جاي امبارح ما يروحنا كلنا. تقتل الكل لو بس صار لك. استشهد وليد الله يا يقبله. شباب هذا حاجز ناحيتك يعني. اخوه ان شاء الله حاجز محمد مجيد. قوم باليوميات عند الشريك.